في عالم كرة القدم لا يصبح الجميع نجوما منذ البداية. بعض اللاعبين يولدون وسط الأضواء، بينما يقضي آخرون سنوات طويلة وهم يحاولون فقط إثبات أنهم يستحقون فرصة واحدة. ومن بين هؤلاء كان رايس وهاب مبولحي، الحارس الذي سيصبح لاحقا أحد أعظم من وقف بين خشبات مرمى المنتخب الجزائري، رغم أن بدايته لم توحي أبدا بأنه سيصل إلى تلك المكانة. ولد رايس وهاب مبولحي في 19 من أبريل عام 1986 في باريس لعائلة جزائرية، وكان والده يشجعه على ممارسة الرياضة منذ صغره. مثل آلاف الأطفال في فرنسا، كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا، فالتحق بعدة مدارس كروية وأظهر موهبة واضحة في حراسة المرمى. امتلك سرعة رد فعل كبيرة وشجاعة في مواجهة المهاجمين وقدرة على التصدي للكرات الصعبة، لكن الموهبة وحدها لم تكن كافية لفتح أبواب النجاح. بدأ مبولحي يتنقل بين الأندية الفرنسية، لكنه لم يجد المكان الذي يمنحه الثقة والاستقرار. كان ينتقل من فريق إلى آخر ويجلس أحيانا على مقاعد البدلاء لفترات طويلة، بينما كان زملاؤه يحققون تقدما في مسيرتهم. شعر كثيرون أن مستقبله لن يتجاوز دوريات الدرجات الدنيا، وأن حلمه بالوصول إلى المستوى الكبير بدأ يبتعد شيئا فشيئا. ومع مرور السنوات قرر خوض تجارب خارج فرنسا، فانتقل إلى أندية في دول مختلفة باحثا عن فرصة تعيد إليه الثقة. لم تكن تلك الأندية من كبار أوروبا، ولم تكن تحظى باهتمام الإعلام، لذلك بقي اسمه مجهولا بالنسبة لمعظم الجماهير الجزائرية. وفي ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع أن هذا الحارس المغمور سيصبح بعد أشهر قليلة حديث الجميع. عام 2010 كان المنتخب الجزائري يستعد للمشاركة في كأس العالم بجنوب إفريقيا بعد غياب دام 24 سنة. احتاج المدرب إلى حارس مرمى قادر على تحمل ضغط البطولة، فوقع الاختيار على مبولحي. القرار أثار دهشة الجماهير، لأن كثيرين لم يكونوا يعرفون حتى النادي الذي يلعب له، وتساءل البعض كيف يمكن لحارس غير معروف أن يحرس مرمى منتخب يشارك في أكبر بطولة في العالم. لكن مبولحي لم يهتم بالانتقادات، كان يعلم أن الفرصة التي انتظرها سنوات طويلة قد وصلت أخيرا، وأن مباراة واحدة قد تغير حياته بالكامل. دخل أولى مبارياته بثقة كبيرة وقدم أداء لفت أنظار الجميع. لم يكن خائفا من المهاجمين الكبار، ولم يتردد في الخروج من مرماه أو التصدي للكرات الخطيرة، بل بدأ وكأنه يلعب هذه المباريات منذ سنوات. ورغم أن المنتخب الجزائري لم يحقق النتائج التي حلم بها في تلك البطولة، فإن مبولحي خرج منها رابحا على المستوى الشخصي. الصحف تحدثت عن الحارس الذي ظهر من العدم، والجماهير بدأت تحفظ اسمه، والمدربون أدركوا أن الجزائر عثرت على حارس يمكن الاعتماد عليه لسنوات طويلة. كانت تلك اللحظة نقطة التحول الحقيقية في حياته، فمن لاعب مجهول يتنقل بين الأندية أصبح الحارس الأول للمنتخب الوطني، وبدأت رحلة جديدة ستقوده إلى أكبر إنجازات مسيرته، دون أن يعلم أن المجد الحقيقي كان لا يزال ينتظره. بعد 4 سنوات فقط، في ليلة ستبقى محفورة في ذاكرة كل جزائري، بعد التألق الكبير في كأس العالم عام 2014، لم يعد رايس وهاب مبولحي مجرد حارس مرمى، بل أصبح أحد أهم أعمدة المنتخب الجزائري. المباراة التاريخية أمام ألمانيا التي تصدى فيها لعشرات المحاولات وأجبر بطل العالم المستقبلي على القتال حتى الوقت الإضافي، جعلته يحظى باحترام العالم بأسره. ورغم خروج الجزائر من دور 16، خرج مبولحي بطلا في نظر الجماهير، وبدأ اسمه يذكر بين أفضل حراس البطولة. في السنوات التالية واصل الدفاع عن مرمى الجزائر في مختلف المنافسات، محافظا على مكانه الأساسي بفضل خبرته وثبات مستواه. وعندما جاءت كأس إفريقيا عام 2019 في مصر، كان أحد قادة المنتخب داخل الملعب، لعب دورا مهما في مشوار التتويج، وقدم تصديات حاسمة في أكثر من مباراة، حتى نجحت الجزائر في هزيمة السنغال في النهائي والتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها، ليضيف مبولحي أعظم بطولة إفريقية إلى سجله. ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، ففي عام 2021 واصل المنتخب الجزائري سلسلة الهزيمة التاريخية، وكان مبولحي أحد أبرز أسباب قوة الفريق بفضل خبرته الكبيرة. وفي نهاية العام نفسه شارك في كأس العرب التي أقيمت في قطر بقيادة المدرب مجيد بوقرة. قاد المنتخب من حراسة المرمى، وقدم مستويات مميزة طوال البطولة، خاصة في المواجهة المثيرة أمام المغرب التي حسمت بركلات الترجيح بعد مباراة مجنونة، حيث كان لمبولحي دور مهم في قيادة الجزائر إلى نصف النهائي. وفي المباراة النهائية أمام تونس صمد المنتخب حتى الأشواط الإضافية قبل أن يسجل هدفين ويتوج بلقب كأس العرب لأول مرة في تاريخه. حمل مبولحي الكأس وسط فرحة الجماهير
ثم توج أيضا بجائزة أفضل حارس في البطولة، مؤكدا أنه ما زال أحد أفضل الحراس في القارة. لكن بداية عام 2022 حملت صدمة كبيرة. دخل المنتخب كأس إفريقيا في الكاميرون وهو حامل اللقب والمرشح الأول للتتويج، إلا أن النتائج جاءت عكس كل التوقعات. بعدما خرج من دور المجموعات وبعدها بأسابيع عاش مبالحي واحدة من أصعب لحظات مسيرته، عندما خسر المنتخب بطاقة التأهل إلى كأس العالم عام 2022 أمام الكاميرون بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي. ومع مرور الوقت بدأ جيل جديد يظهر في المنتخب، وابتعد مبولحي تدريجيا عن التشكيلة الأساسية، لتنتهي رحلة استمرت أكثر من عقد صنع خلالها لحظات خالدة لن ينساها الجزائريون، بداية من ملحمة ألمانيا في مونديال عام 2014، مرورا بلقب إفريقيا عام 2019، ثم كأس العرب عام 2021، ليبقى اسمه محفورا بين أعظم حراس المرمى في تاريخ الجزائر.